هي الا كانت نهار الرحمن الرحيم. عز الدين خدير، كاتب الاداري لفريق نادي الزمامله. كما شفتوا اليوم كانت المقابله الاولى في البطوله، الدوره الاولى لعبنا خارج الميدان. كانت مقابله قويه وكنا عارفين بان المقابله تكون قويه، ولكن الحمد لله الاستعدادات اللي كانت بكري كنا بدينا في شهر 7 وقلبنا تقريبا ان جميع اللاعبات تقريبا واحد النصف في المية اللي بدينا سطرنا واحد الاستراتيجيات ديال تشبيب الفريق. كما شفتوا اللاعبات الاكثريات فيهم اقل من 17 اقل من 20، الكبيره عندها 23 عام، لان هذه سياسه ديال فريق نادي الزمامله باش يكون التشبيب ديال الفريق. وكما شفتوا كانت الامكانيزمات، كان لي سيستيم دو جو، كان كلشي اليوم الحمد لله شفناه في الدريات. داك الشيء اللي كنا كنطمحوا ليه شفناه اليوم، وكنتمناو ان شاء الله الفريق الخصم اللي لعبنا معاه تا هو يقول الكلمه ديالو. لما لا، لان كنعرفوا نجاح سوس فريق قوي، ولكن مجدنا ليه. النتيجه راك شفتوا كانت نتيجه اصابتين لصفر، وكنا نسجلوا اكثر لان التسرع ديال بعض اللاعبات اللي ما عطاناش باش نكونوا تقريبا واحد 7 الاهداف ولا 8 اليوم كنسجل. وكنتمنى التوفيق لنجاح سوس، وحنا لما لا ان شاء الله هذا العام، لان العام الفايت كنا نكونوا في القسم الوطني الاول لولا بعض المقابلات، ولكن هذا العام ان شاء الله حنا عازمين ان شاء الله الصعود للقسم الوطني الاول ان شاء الله. انا تنشكر قناه دي ام سي فوت هنا في ملعب سيدين بالخير. المقابله كما شفتوها كانت مقابله جد عاديه، الاجواء كانت حاره، ولهذا النتيجه اثرت على البنات والجو حتى هو اثر على البنات. ولكن ان شاء الله القادم احسن. المدرب ان شاء الله غادي يتدارك جميع الهفوات اللي عندنا في الفريق. الحاله ديال الحارسه تطمئن عليها الحمد لله، ما عندهاش شي اصابه بالغه، ولكن ان شاء الله راه تتخدم، وتنتمنوا لها مسيره موفقه كذلك في المنتخب الوطني. شكرا.